للمزيد حول اليورو ينضم إلينا من برلين الصحفي الرياضي باسل الحمدو. باسل، مرحبا بك معنا. إسبانيا بطلة يورو 2024 بعد فوزها المستحق على إنجلترا، والجميع يتفق اليوم أنه المنتخب الأفضل في البطولة هو الذي توج، حتى اللاعبين الإنجليز أنفسهم. باسل، ما رأيك بذلك؟ يعني كريستين، هي المرة الأولى التي يجمع فيها الإعلاميين، تجمع فيها جماهير، ويجمع فيها أيضا خبراء على أنه المنتخب هو الأفضل في هذه البطولة، هو من حصد اللقب. جرت العادة ربما أن يكون المنتخب ربما يعيش مباراة أو مباراتين في مستوى متذبذب، لكن المنتخب الإسباني بدأ بشكل تصاعدي كبير جدا. عندما تحدث دي لا فوينتي في بداية البطولة وقال أنا أملك المنتخب الأفضل، أنا المدرب الأفضل، يعني البعض وصفه بالنرجسية، لكن هو يعلم ما لديه، لأنه تقريبا يعني أغلبية اللاعبين الذين شاركوا مع دي لا فوينتي هم من تخريج دي لا فوينتي، يعلمهم جيدا، خبير بكل تفاصيل اللاعبين. لذلك نجح دي لا فوينتي في هذه البطولة، لأنه المنتخب الإسباني كان المنتخب الأكثر تماسكا، وكان المنتخب الأفضل حتى على مستوى دكة البدلاء. ماذا عن المنتخب الإنجليزي؟ اليوم إنجلترا 58 سنة بدون أي لقب كبير في خزائنها، يعني نتحدث عن أكثر من نصف قرن. باسل، أخبرنا أكثر عن وجوه الجماهير الإنجليزية التي كانت من حولك بالأمس وكانت تهتف It's coming home وللمرة الثانية على التوالي. يعني كريستين، تحديدا ما حصل بأنه الجماهير الإنجليزية كانت تقول بأن المنتخب الإنجليزي الحالي هو شبيه للمنتخب الإنجليزي في عام 2002، منتخب يملك جيل ذهبي، يملك أفضل عناصر الفردية، لكن المشكلة تبقى في ساوثغيت لم يقنع الصحافة حتى عندما تأهل إلى المباراة النهائية، لم يقنع حتى بعض اللاعبين. كان هناك انتقادات أيضا من بعض اللاعبين لسلوك ساوثغيت في المباريات، وتحديدا عدم إمكانية العودة إلى المباريات. لكن أيضا لا ننسى بأنه تلقى ضربة كبيرة جدا، وأعتقد هو أيضا يعني شعر بذلك. خروج هاري كين، هذا اللاعب الذي كان يراهن عليه بالأمس، الخروج المبكر لهاري كين أثر بشكل كبير جدا على الضغط الهجومي للمنتخب الإنجليزي. بالمقابل الجماهير كلها كانت تقول بأن المنتخب الإنجليزي إذا ما أراد يعني إعادة إحياء الجيل الذهبي على أن الاتحاد الإنجليزي أن يقيل ساوثغيت بأسرع وقت ممكن، لأن المونديال على الأبواب، لأنه المنتخب الإنجليزي أيضا أثبت بأنه بحاجة إلى الكثير من الوقت للانسجام بين لاعبيه، مع أنه يعني تم تجديد الثقة فيه من 3 أيام من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. لا نعلم بعد هذه النتيجة ما إذا كان رح يغيروا رأي أم لا. طيب باسل، هناك حديث كان أيضا عن حالة استثنائية حدثت أمس في منطقة المشجعين في برلين، وتسلل عدد كبير من المشجعين إليها. أعطنا تفاصيل أكثر، وكيف تعامل الأمن مع هذا الموضوع؟ يعني المشكله التي حدثت بانه الفانزون في برلين، سواء تلك التي في جهه البرلمان الالماني او حتى تلك التي في البوابه، تتسع كحد اقصى الى حوالي 100,000 متفرج، لكن كان هناك سوء في التنظيم. سمحت السلطات الامنيه بالجماهير بالدخول بشكل مبكر، ادى ذلك الى امتلاء الفانزون ب 18,000 متفرج زياده عن السعه، يعني حوالي 118,000 متفرج، لكنها فشلت في إخراج جماهير صراحة من هذه المنطقة. لذلك قامت بإغلاق المنطقة قبل حوالي تقريبا 4 ساعات أو 3 ساعات من بداية المباراة أو حتى أكثر. لكن المشكلة الأساسية التي حصلت بأنه مع هذا الازدحام الشديد حصلت مشاكل بين الجمهورين الإسباني والإنجليزي، اضطرت من خلالها الشرطة الألمانية إلى الدخول إلى منطقة الفانزون وتفريق الجماهير، وتحديدا كان ذلك تقريبا في منتصف المباراة بعد تسجيل المنتخب الإنجليزي هدف التعادل. لذلك عانت الجماهير أيضا من سوء التنظيم بهذه النقطة، لأنه يعني اضطرت إلى قطع مشاهدتها لهذه المباراة حتى يتسنى للسلطات الأمنية ضبط الأمن مجددا. ولكن أيضا في ملعب برلين الأولمبي أو يعني محيطه الأمر لم يكن أفضل. صحيح أنه تم إغلاق طرق عدة للملعب قبل ساعات على بدء المباراة. باسل، نعم، يعني كان هذا صراحة إجراء مفاجئ للجميع هنا، لم يتم إعلام أحد بهذا الإجراء، لكن ربما كان إجراء مستعجل، لأنه شاهدت أيضا
السلطات الأمنية بأن الجماهير الإنجليزية بدأت تزحف منذ الصباح الباكر إلى الملعب. السبب هو ما تناولته أيضا بعض وسائل الإعلام، بأنه الجماهير الإنجليزية تمكنت من الحصول على بطاقات كبيرة جدا في السوق السوداء، ووصل عدد مشجعين المنتخب الإنجليزي لحوالي 50,000 متفرج. البطاقات وصلت إلى 15,000 يورو يعني، لكن هي حاولت طبعا ضبط المنطقة ليس فقط لهذا السبب حتى لا تمنع الجماهير، بل أيضا لضبط الأمور الأمنية بسبب تواجد دبلوماسيين وأيضا شخصيات سياسية على مستوى عالي جدا. هذا الأمر سبب بإرباك وصول الجماهير إلى الملعب، لأنه حوالي 6 كيلومتر تقريبا من الملعب تم إغلاق هذه المنطقة وبشكل مفاجئ. طيب باسل، تحدثت عن بيع عدد من التذاكر عن طريق البلاك ماركت أو السوق السوداء، لكن اللجنة المنظمة للبطولة كانت قالت قبل انطلاق اليورو أنها ستحد من هذه الظاهرة. إذن برأيك هل فشلت اللجنة المنظمة بذلك؟ فشلت وفشل ذريع ايضا، لانه صراحه يعني ربما من يملك بطاقه يعرف هذا الامر. عبر البرنامج الخاص بالاتحاد الاوروبي لكره القدم يمكن اجراء ترانسفير، اجراء تحويل لهذه البطاقه. صح. الجماهير كانت تجتمع في منطقه الفان زون وفي قلب العاصمه مدريد لتشتري هذه البطاقه، او من يملك بطاقات ليبيع هذه البطاقه، وبالتالي اجراء اللجنه المنظمه او حتى السلطات الامنيه باغلاق المناطق على بعد حوالي 6 كيلومتر من الملعب حتى تمنع عن انتشار هذه الظاهرة بالملعب كان فاشل للغاية، وكما قلت وصل إلى 15,000 يورو تقريبا. طيب. يعني هذا كانت مشكلة كبيرة أيضا للجماهير الإسبانية التي لم تمتلك القدرة لدفع هذه الأموال الطائلة. بالحديث عن يعني التنظيم والجدل القائم حوله، اللجنة المنظمة في ألمانيا كانت روجت عبر وسائل الإعلام عن نجاحها في تنظيم يورو 2024، وأيضا تم الحديث أنه ألمانيا ربحت اقتصاديا من استضافة هذه البطولة. هل هذا صحيح؟ يعني تحديدا قبل تقريبا ساعتين من الآن تحدثت الإدارة السياحية لمدينة برلين بأن برلين وحدها حصلت على أرباح كبيرة. على سبيل المثال في قطاع الفنادق والمطاعم حوالي 32% أرباح زائدة عن ما جرت العادة، وأيضا على مستويات أخرى. لكن المشكلة الأساسية التي حصلت بأنه الاتحاد الألماني لكرة القدم أو الحكومة الألمانية اضطرت لدفع 650 مليون يورو فقط لمنطقة الفان زون. لكن لتنظيم هذه البطولة كان يجب على الاتحاد الألماني لكرة القدم أن ينشئ شركة تقوم بتنظيم هذه البطولة. حصت ألمانيا منها فقط 5%، بالإضافة إلى أن الاتحاد الأوروبي طلب من الحكومة الألمانية بأن يحصل على أرباحه بدون ضرائب، وبالتالي كان هناك تشكيك كبير جدا. بس قبل أن يداهمنا الوقت لأنه يعني وقت ضيق، ب10 ثواني متبقية، برأيك هل ترى ألمانيا نجحت أم فشلت في تنظيمها ليورو 2024؟ فشلت فشل ذريع، وتحديدا في مجال الاستدامة النقطة الأساسية التي كانت تراهن عليها فشلت في هذه البطولة. نعم. وبالتالي أعتقد من الأفضل بأن نتحدث الآن بأن ألمانيا هي من فشلت في هذه البطولة في التنظيم. أشكرك جزيلا باسل الحمد على كل هذه المعلومات وهذه التغطية منذ بداية اليورو حتى الآن من برلين، الصحفي الرياضي باسل الحمد. نهاية نشرة الرياضة، بعد الفاصل تلتقون مع لبنى وملفاتها الاقتصادية، ابقوا معنا.